السلام عليكم. التعليق اللي هتسمعوه من خالد الغندور ده كان بعد انتهاء مباراة تونس وفلسطين وقطر وسوريا. المباراتين انتهوا بالتعادل عشان المجموعة ديت بكل أمانة أصبحت مجموعة نارية جدا، لأن منتخب فلسطين عنده 4 نقاط وسوريا 4 نقاط، ويجي بعد كده تونس وقطر وكل منهم نقطة، واللي هم كانوا مترشحين أصلا إن هم يتصدروا المجموعة ويصعدوا على المجموعة. فلسطين وسوريا بيقلبوا كل التوقعات. لكن كان في تعليق غريب كده لخالد الغندور عن اداء سوريا وقطر. طبعا المحللين في قناه ابو ظبي الرياضيه ردوا عليه، واحنا لنا تعليق، ولكن بعد ما تسمعوا كلام خالد الغندور نرجع نعلق على كلام خالد الغندور. المنتخب السوري لم يقدم مباراة كبيرة النهارده. اليوم صحيح. النهارده منتخب سوري متراجع دفاعيا. انا عارف، لا بس انا بتكلم عن خالد خليكم واقعيين عن هو لاعب امام بلد منظم. النهارده قدمت الافضل، والنهارده كلمة السر هو مهارة لاعب استطاع ان عمر خرابين من كرة يحطها في المرمى يجيب التعادل وكده. لكن سوريا لم تقدم مباراة كبيرة نهائيا. لا كيف كيف والله طب قول لي ايه سوريا؟ النتيجة انا بقول لك لو ما قدموا مباراة ممتازة كنا نهزموا 10 جيدة. النتيجة جيدة دفاعيا كانوا ممتازين يا اخي، وجسمانيا بدنيا قويين. اخطاء المدير الفني لمنتخب قطر. يعني انا لو عندي لعيب زي يعني مثلا عمر خرابين ده ما عليه بنيه للمباراه قطر وسوريا بنتكلم. طبعا احنا اراء خالد الغندور احنا متعودين عليها عندنا كمصريين في البرامج اللي بيطلع فيها، سواء كضيف في البرامج الحواريه او في برنامج اللي بيطلع فيه في قناه المحور. الحقيقه اللي شاف مباراه سوريا النهارده ومباراه قطر كان المباراه ممتعه من الجانبين. صحيح ان نادي منتخب قطر كان متسيد المباراة لفترات كبيرة ومسيطر، ولكن ده لا يخفي ان القوة البدنية والهجمات المرتدة الخطيرة لمنتخب سوريا، بدليل ان منتخب قطر لما تقدم قدر ان منتخب سوريا يرجع تاني. وانت مش واخد بالك ان البطولة مقامة في قطر ومعظم الجماهير قطرية، يعني انت بتلعب كمنتخب سوريا بتلعب خارج ارضك، ومع ذلك انت بتقدر ترجع بعد ما كنت متأخر بهدف، تقدر ترجع وتتعادل. وكون ان في لاعب جاب ضربة هدف من شوطة او هو لاعب متميز، ده عمره ما يحصل الا اذا كان الفريق عنده قوة هجومية. اللاعب لوحده ما خدش الكرة ورقص الفريق كله جاب الجون، لا، لازم يكون في قوة هجومية وفي زمايله بيساعدوه وفي ضغط من الفريق. ولو ما كانش في ضغط من الفريق وتراجع لمنتخب قطر في الوقت الاخير من المباراة، ما كانش منتخب سوريا هيقدر يتعادل. يعني منتخب قطر كان ضاغط، ليه بعد الهدف تراجع؟ ما هو معنى ان منتخب سوريا قدر ان هو يتعادل، معناها ان منتخب قطر تراجع بعد الهدف اللي تقدم به. الامور اصبحت معقدة جدا بالنسبة لمنتخب قطر اللي هو صاحب الارض ومنظم البطولة، لان اصبح عنده نقطة واحدة متساويا مع منتخب تونس بكل منهما نقطة. المفروض ان كانوا دول مترشحين على المجموعة عشان يوصلوا للادوار الثانية. منتخب فلسطين الحقيقة أداؤه في البطولة أكثر من رائع، أكثر من رائع. جدية، في قوة، في ضغط بدني كبير جدا، في جهد مبذول، في تكتيك، في فرق بتلعب. منتخب قطر الحقيقة اللي لفت نظري أكرم عفيف الوحيد تقريبا اللي كان عامل خطورة قوية جدا، وكان هو ترمومتر أداء. وبعد ما طلع تقريبا قلت الخطورة الهجومية لمنتخب قطر. الحقيقة كان عمل فرص كتيرة لزمايله، وعمل منها كورة تقريبا انفراد لزميله، وطبعا كان في إضاعة للفرص السهلة كتير لمنتخب قطر. منتخب قطر ضيع فرص سهلة، وده اللي خلى العقاب يجيله بهدف التعادل اللي جابه منتخب سوريا في الوقت الضائع، بداية الوقت الضائع. كده منتخب سوريا عنده فرصة كبيرة جدا ان هو يوصل زي ما قلت في حالة التعادل مع منتخب فلسطين. سوريا وفلسطين لو انتهت المباراة بالتعادل، الاثنين هيكونوا ضمنوا الصعود عن المجموعة.